لو سألتك ازاي الشركات العالمية بتطلع فوركاست كل شهر، هل شخص واحد بيقعد على الاكسل ويطلع رقم، ولا في اجتماع بيتعمل، ولا كل إدارة بتقول رأيها؟ الحقيقة ان في الشركات الكبيرة الفوركاست مش بيطلع من شخص واحد، ده بيطلع من عملية كاملة، ولو في خطوة فيها واحدة غلط كل الخطة ممكن تتأثر، وده اللي هنتكلم عليه النهاردة. ورا كل شركة ناجحة سبلاي تشين قوي، وفي كل سبلاي تشين قوي التخطيط هو اللي بيحول الرؤية لواقع. أنا خالد رمضان ودي سبلاي تشين بالعربي. أهلا بحضراتكم في الحلقة السادسة من بلاننج ماستر كلاس. في الحلقات اللي فاتت عرفنا يعني ايه ديماند بلاننج، وازاي نعمل فوركاست، وازاي نقيس دقته، وازاي نفهم طبيعة الطلب، وليه الشركات بتستخدم سيفتي ستوك او مخزون آمن. لكن كل المعلومات دي بتتجمع ازاي في عملية واحدة؟ فخلينا اسألكم سؤال: هل الديماند بلاننج مجرد فوركاست؟ الإجابة انه لا، الفوركاست جزء مهم، لكن الديماند بلاننج اكبر من مجرد رقم. وده لان الديماند بلاننج هو عملية متكاملة بتبدأ بالبيانات وتنتهي بقرار الشركة تعتمد عليه. طيب خلينا نقول ايه هي الخطوات بتاعه الديماند بلاننج بروسيس. اول خطوه هي جمع البيانات، ودي اول حاجه بيعملها البلانر، انه بيجمع الداتا او البيانات. طيب بيانات زي ايه؟ اول حاجه الهيستوريكال داتا او المبيعات القديمه او بتاعه السنين اللي فاتت. تاني حاجه الطلبات الحاليه. تالت حاجه هي اتجاهات السوق او الماركت ترندز. رابع حاجه هي الموسميه. خامس حاجه الحملات التسويقيه او الماركتنج كامبينز. واخيرا وليس اخرا العملاء الجدد او النيو كاستمرز. كل معلومه من دول بتأثر على جودة التوقع. طيب خلينا ناخد مثال: لو شركة بتنتج ايس كريم وفريق التخطيط نسي ان في ماركتنج كامبين معمولة الشهر اللي جاي، فبالتالي الفوركاست غالبا هتبقى اقل من الواقع، رغم ان كل الهيستوريكال داتا او البيانات بتاعة المبيعات السابقة كانت صح. وده معناه ان في عملاء مش هيلاقوا المنتج. تاني خطوة معانا هي الفوركاست. بعد ما البلانر بيجمع البيانات بيبدأ انه يختار الطريقة المناسبة. هل يعتمد اكتر على البيانات، ولا يعتمد على رأي فريق البيع، ولا يجمع الاتنين مع بعض؟ وده اللي اتكلمنا عنه في الحلقة التانية وهتلاقوها في الاي اللي فوق. تالت خطوة معانا هي مراجعة النتائج. بعد ما الفوركاست يطلع البلانر ما بيبعتهوش مباشرة، بالعكس لازم يراجعه الاول. طب بيراجع على ايه؟ بيراجع هل الرقم ده منطقي؟ هل في تغيير كبير عن الشهور السابقة؟ هل في سبب واضح او تغيير واضح يخلينا نغير الرقم اللي احنا قلناه؟ والهدف من الثلاث حاجات دول اننا نفهم الرقم مش بس نحسبه. طيب خلينا ناخد مثال تاني. في شركة بتاعه ميديكال ديفايسز او اجهزة طبية، الفوركاست طلع زيادة 40%، وقبل ما يتم اعتماده فريق التخطيط اكتشف ان كان في غلطة في ادخال البيانات. فبالتالي لو الرقم ده كان تم اعتماده كان هيبقى فيه مشكلة كبيرة، وكانت الشركة هتشتري خامات بدون داعي أو بدون احتياج. الخطوة الرابعة معانا هي مشاركة الإدارات التانية، وده لأن الفوركاست مش بيفضل جوه بس إدارة التخطيط، لا لازم يوصل للإنتاج، للمشتريات، للمخازن، للإدارة المالية، وللمبيعات. وتبدأ كل إدارة من دول إنها تبني خطتها على نفس الأرقام، وده اللي بيعمله إنه بيقلل التعارض ما بين الإدارات كلها. الخطوة الخامسة في الديماند بلاننج بروسيس هي المتابعة والتحديث. بعد بداية الشهر الشغل ما بيقفش، البلانر بيقارن ما بين الفوركاست والأكتوال سيلز، ولو السوق اتغير يبدأ إن هو يحدث الفوركاست. وده اللي بيخلي التخطيط عملية مستمرة، مش مجرد ملف اكسل اللي بيتعمل ويتقفل اخر الشهر. طيب خلينا ناخد مثال برضه. شركة أجهزة إلكترونية كانت مخططة وعاملة فوركاست على مبيعات معينة، ولكن بعد أسبوع من أول الشهر المنافس أو الكومبيتيتور أعلن عن خصومات كبيرة جدا. فهنا لازم فريق التخطيط أو البلانر يرجع يعدل الفوركاست تاني، وده اللي هيساعد الشركة إنها تكمل على الخطة الجديدة اللي مبنية على دراسة السوق للوقت الحالي، بدل ما كانت تكمل على الخطة القديمة. من أكبر الحاجات الغلط اللي شفتها إن بعض الناس بتعتبر إن شغلانة البلانر أو شغل البلانر بيخلص اول الشهر، اول لما الفوركاست تطلع خلاص البلانر كده خلص شغل. لكن الحقيقه هي العكس تماما. اهم شغل للبلانر بيبدا بعد ما الفوركاست تطلع، لما بيتابع التنفيذ ويقارن ما بين الواقع والخطه، ويعرف اسباب او ليه في فروقات. في نقطه مهمه جدا هنا محتاجين ناخد بالنا منها، وهي ان اي فوركاست مهما كان عظيم لازم يتراجع، والا هيفقد قيمته، لان ظروف السوق بتتغير. لو انت مقدم على شغل كبلانر واتسألت سؤال What are the main steps of the demand planning process؟ اعتقد ان الاجابة الافضل انها تكون The demand planning process includes collecting data,
creating the forecast, reviewing the forecast, collaborating with different departments and continuously monitoring and updating the forecast. النهارده احنا شفنا ان الديماند بلاننج مش مجرد رقم، لكنه عملية متكاملة بتبدأ بالبيانات وتنتهي بقرار يساعد الشركة كلها. وفي الحلقة اللي جاية هنتكلم عن ال S&OP Sales and Operations Planning، وهنشوف ازاي كل الإدارات بتقعد مع بعض عشان تتفق على خطة واحدة بدل ما كل قسم يشتغل لوحده. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان تكملوا باقي سلسلة بلاننج ماستر كلاس، وإن شاء الله أشوفكم الفيديو اللي جاي.